إلى ما قد يعتبر ابتزازا للسعودية وضربا من العقاب لها، ما يرجح ذلك الاعتقاد أن الرياض نفت مرارا أي دور لها في هجمات سبتمبر، كما لم تثبت التحقيقات الأمريكية بشأنها أي ضلوع رسمي سعودي فيها. فإن مجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي قرروا باسم شعب العراق إيقاف تصدير النفط بصورة كلية ولمدة 30 يوما، ثم ننظر، أو حتى تنسحب جيوش الكيان الصهيوني دون قيد أو شرط من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها. طرد كل حاملي الجنسية الأمريكية من العراق استنادا إلى بيان مجلس قيادة الثورة.